اسكندرية وجمال اسكندرية، واحلى فطار ممكن نفطره لازم طبعا يكون على البحر على طول. علشان كده جاية اقول لكم النهاردة على مكان حلو قوي وبيقدم فطار حلو جدا جدا وعلى البحر على طول. بس قبل ما ابدأ احب اعرفكم بنفسي. انا شروق، بقدم محتوى عن السياحة والسفر جوه مصر وبره مصر والفنادق واسعارها واهم مميزاتها وعيوبها. فلو عايزين تسألوا اي سؤال اكتبوا تحت في التعليقات وانا هرد عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصلكوا جديدنا اول باول. ويلا بينا نبدأ. احنا تحديدا دلوقتي في سيدي جابر، وسيدي جابر من احلى مناطق اسكندرية وفيها اماكن كتير حلوة قوي. دلوقتي احنا عدينا على فندق جولدن جول، وبعده هيجي فيستيفال جول اللي بيكون فيه السيرك ومجمع مطاعم برضو، وبعدين هنزل برضو فيديو عنه. بعدين بنعدي على زووق، وزووق انا نزلت لكم فيديو كامل عنه واخدتكم جولة فيه وقلت لكم ايه هي اهم المطاعم والكافيهات. فهسيب لكم الفيديو في الاي اللي فوق، وهسيب لكم لينك الفيديو في الوصف تحت علشان تقدروا تشوفوه. كمان كنت نزلت لكم فيديو عن جليم باي وقلت لكم برضو، خدتكم جولة هناك ووريتكم المطاعم والكافيهات. هسيبه لكم برضو في الوصف تحت. خلينا بقى نروح نفطر مع بعض واوريكم ايه المكان اللي هنفطر فيه النهارده، وقد ايه هو مكان حلو جدا وقعدته لذيذه قوي، والفيو طبعا رائع كعاده اسكندريه وكعاده اماكنها الجميله. ويف، وطبعا ويف من الاماكن المعروفه والمشهوره جدا في اسكندريه لان هو ليه كذا فرع. ده الفرع القديم بتاع ويف، بيكون قبل الفرع الجديد بحوالي 300 متر. والفرع الجديد بيكون قصاد إشارة سيدي جابر على طول، قصاد الكوبري على طول. خلينا بقى ندخل ويف ونشوف القعدة هنا حلوة ازاي، والفطار حلو جدا، وكل حاجة بجد في المكان عجبتني جدا. الفيو زي ما انتوا شايفين حلو قوي، البحر قدامكم، بتختاروا تقعدوا في المكان اللي انتوا عايزينه. وفي كمان بالمناسبة كيدز اريا للي معاهم اطفال، فهو بيكون مكان حلو قوي، تقدروا تسيبوا الاطفال تلعب وانتوا تقعدوا تستمتعوا بقى بالبحر وتشربوا المشروب بتاعكم وتقعدوا في رواقيه. انا بفرجكم كمان على المكان من بره علشان تشوفوه. الاعداد بتكون لذيذه جدا، بيكون فيه اكتر من مكان، تختاروا المكان اللي تقعدوا فيه. كمان بعد لما خلصت حبيت افرجكم على الفرع التاني بتاعه، هو بينهم حوالي 300 متر بس، فبتتمشي عادي مش بعيد. زي ما انتوا شايفين كده الفرع التاني بيكون دورين، دور تحت ودور فوق على الروف، بتكون القعدة حلوة جدا جدا. كمان بالليل ووقت الغروب بتكون القعدة حلوة قوي في المكان ده. زي ما انتوا شايفين كده بصور لكم المكان من بره. في قعدات تحت كده بتبقى اندور مقفولة للي حابب يقعد في مكان مقفول. في اوت دور فوق على الروف برضو بتبقى قعدات لذيذة قوي. باقي المكان بقى بفرجكم عليه. المكان بجد حلو قوي، وكمان الفرع ده كمان بيبقى فيه كيدز اريا للاطفال، فهو بجد مكان حلو قوي ومناسب قوي اللي معاهم اطفال. كمان الفطار عندهم حلو جدا وسعره حلو قوي، بالنسبة لان هو على البحر، والاماكن اللي على البحر دي بتكون اسعارها عالية شوية، بس انا شايفة ان سعره حلو جدا. بجد ويف من احلى الاماكن اللي ممكن تختاروها. اسكندرية جميلة بصراحة، انا حاسة ان انا عايزة اسيبكم تتفرجوا كده على الفيديو وما تكلمش وتفضلوا تتفرجوا كده على جمال اسكندرية. يعني انا بحس ان كل شوارع اسكندرية حلوة، كل حاجة فيها حلوة، فالمشي فيها بس من غير اي حاجة حلو. بالمناسبة كمان يا جماعة، انا مش شايفة ان الخروجة الغالية هي اللي بتبسط. السعادة قرار، انت لو خدت قرار ان انت تتبسط في الخروجة تتبسط بأقل حاجة. فمش لازم نقعد في مكان غالي، مش لازم نشتري حاجات غالية، احنا ممكن نتمشى بس ونجيب كوباية شاي او كوباية كوفي كده ونشربها وهيبقى مزاجنا حلو. فانا بوريكم اهم اماكن الخروج في اسكندرية للناس اللي بتحب تروح اسكندرية يومين او يوم صد رد، فيبقوا عارفين هيخرجوا فين، ايه الاماكن الحلوة فيها، يبقى عندهم اكتر من اختيار.
فويف كان من اختياراتي برضو اللي قعدت فيها، وكانت تجربة حلوة جدا. كمان تجربة زووك وتجربة جليم باي كانوا حلوين قوي. في حاجات تانية برضو كتير جربتها، هنزل لكم فيديوهات عنها وهعرفكم عليها علشان تبقوا عندكم اختيارات كتير ان انتوا تروحوها. في كيدز اريا هو في زويف، اللي هو ده الفرع الجديد اللي هو قصاد كوبري سيدي جابر على طول. في كيدز اريا حلوة قوي للاطفال. هو مكان يعني حلو جدا ومناسب. كمان الناس بقى اللي بتحب تصطاد، من احلى اماكن الصيد اللي هو من اول سيدي جابر لكازينو الشاطبي. الناس اللي بتحب تصطاد هناك، المكان ده مميز جدا للصيد، منطقة صخور بقى تقدروا تقعدوا تصطادوا براحتكم. كمان عند جليم باي برضو بشوف ناس بتصطاد، برضو مكان مناسب جدا. فكمان عند زووك كده، انا ما هو برضو زووك في سيدي جابر، ففي هناك صخور كده في عند زووك، الناس برضو بتقعد تصطاد، بيبقى المنظر حلو قوي. لو شفتوا فيديو زووك اللي انا منزلاه هتشوفوا المنظر، بجد بيكون منظر حلو قوي، والتمشية هناك حلوة جدا. كمان بالنسبة للناس اللي مش من اسكندرية وجاية يوم كده خروجه وكده صد رد، او جايين مواصلات وهيرجعوا تاني، سيدي جابر فيها محطة قطر، فلو انتوا هتخرجوا في سيدي جابر فانتوا هتبقوا قريبين جدا من محطة القطر ان انتوا تركبوا منها. فدي كمان حاجة حبيت اقولها، يعني ممكن ناس تكون تعرفها او ما تعرفهاش، فاللي ما يعرفهاش يعني اديني عرفتها لكم. فلو عايزين تسألوا اي سؤال بخصوص اي مكان في اسكندرية، او عايزين تسألوا عن فنادق اسكندرية اي مستوى انتوا حابينه، اسألوا وانا هجاوب عليكم في التعليقات. وما ينفعش طبعا تكونوا وصلتوا معايا لغاية هنا في الفيديو وتكونوا لسه ما عملتوش لايك واشتراك للقناة علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. كمان الناس اللي مهتمة بالسفر هتلاقوا في القناة فيديوهات كتير للغردقة وشرم الشيخ ودهب، وايه هي اهم اماكن الخروج فيها والفنادق في شرم ودهب والغردقة. هتلاقوا كل الفنادق المستويات مختلفة، هتلاقوا فيديوهات على القناة بتكلم فيها عن اسعار الفنادق ومستوياتها. يعني اللي عايز فندق ببادجت معينة ممكن تسيب سؤالك وانا هرد عليك. كمان عايزة اقول بقى في الاخر ان احنا هنا عندنا في قناة فكرة وسفرية بتكلم فيها عن السياحة والسفر، سواء سياحة داخلية او خارجية، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر سواء بحر ابيض او بحر احمر، وترشيحات الفنادق وافضل الرحلات واماكن الخروج. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السياحة والسفر، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا اول باول. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك ومشاركة علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ويهمني جدا ان اعرف رأيكم في الكومنت. ولو عندكم اي سؤال بخصوص السياحة والسفر سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. وباي باي.